رايحين وهذا قلبي بيتي تعوفونه، خاطر الله شوي. طبعا استاذ جليل الاعلامي استاذ جليل حسين طبعا البارحه وهي ما وصل للنصر على الفيس وصلت طب سيد الغيراوي قال لمتن شفتوه ايوه على صور المجاهدين شو اسمه وديناه اللي قبل مشرون يعني النت عندنا في بعيد على الخط صحفي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعون الله تعالى الحمد لله رب العالمين قوة فوز سيد الشهداء اهالي الديوانيين ابطال هؤلاء الغيارى الذين تركوا ابائهم امهاتهم ابنائهم نساءهم ليقولوا كلمتهم اننا نمثل الامام الحسين حقا وفعلا، ليقولوا كلمتهم اننا ابناء الامام الحسين حقا في هذه الايام الحسينيه الرائعه التي نرى فيها شبابنا وكل اهالينا يقومون بخدمه زوار ابي عبد الله الحسين. الان نحن ايضا خدمه للمذهب والدين، خدمه لنداء السيد علي السيستاني ربي حفظه ان شاء الله يطيل في عمره. هذه الشباب التي تكدست وتسابقت لاداء الواجب لتقول كلمتها اننا فداء للعراق، هذا العراق الذي يستحق ان نضحي من اجله، وطننا وارضنا وعرضنا واطفالنا ونسائنا، والله لن ننثني والله لن ننحني. كلمه نقولها امام كل الطغاة اننا ابناء الامام الحسين الذي قال كلا للطغيان كلا ليزيد. هذه الكلا هي التي دامت عندنا اننا كلا للظالمين. نقول كلمتنا حقا وفعلا وقولا امام الله عز وجل، والله يشهد ما صورته الكاميرا الالهيه بالامس وما تقدم به الشباب بليله البارحه امام كل التحديات وامام كل الظروف التي واجهتهم من برد ومعوقات في الارض والوديان والجبال ومكانات بعيده ووعره، حقا استطاع ان يصل اليها بعون الله تعالى وبجهودهم هؤلاء الابطال. والحمد لله رب العالمين. اليوم سوف ننقل اليكم ايضا تصوير من ارض المعركه ان شاء الله ولقاء هناك لنقول ان ابناء الديوانيه حقا مثلوا كلمه الامام الحسين حقا كما قال السيد علي السيستاني ربي حفظه ان شاء الله، عندما قال شبابكم كعلي الاكبر، فهم يركضون امام كل امام الشيبه والشيبه يتسابقون معهم لاداء الواجب. واكمل قول السيد علي السيستاني عندما قال كهولكم او كباركم كحبيبنا مظاهر رضوان الله عليه وشهداءكم كشهداء الحسين. هذه الشهاده التي نعتز بان نكون نحن ابناء، هذه الشهاده التي نعتز بان نكون نحن ابناء المرجعيه نمثل المرجعيه بقولنا وفعلنا، وان شاء الله انتصارات بعد انتصارات وقول بعد قول وفعل بعد فعل ان شاء الله حتى نثبت للعالم كله نحن ابناء الكلمه الحقه. والله ابناء السنه ابناؤنا هم قردات قلوبنا لا نفرط بهم، هذا قولنا حقا وفعلا وليس فقط كلام. لا نقول لهم ارجعوا وادخلوا بيوتكم امنين.